بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو الثالث في المراجعة النهائية للصف الرابع. السؤال 64 ولأكتب 3 أعداد صحيحة إذا قربت لأقرب 10 كان الناتج 280. عندي هنا 9 أعداد صحيحة، لو أنا قربتها لأقرب 10 الناتج هيكون 280. العشر دول الأعداد عبارة عن 5 قبل العدد 280 مباشرة و4 بعد منه، يبقى أي عدد هيدهوني ويقول لي أنا عايز الأعداد الصحيحة لو قربتها لأقرب 10 هينتج العدد ده سواء 280 أو غيره. يبقى عندي 9 أعداد صحيحة أقدر أختار منه. ال9 أعداد دول عبارة عن 5 قبل العدد ده مباشرة و4 بعد منه. طيب هو عايز هنا 3 أعداد. ال9 أعداد عبارة عن الأعداد اللي قبل منه عبارة عن 279 278 277 276 275، والأعداد اللي بعد منه 281 282 283 284. أنا هختار منهم أي 3 أعداد. يبقى عندي هنا 9 أعداد عبارة عن 279 278 277، وعندي ال 276 و 275. ممكن اخد برضو ال 281 282 283 284. الأعداد دي كلها لو انا قربتها لأقرب 10 هينتج 280. يعني لو جيت هنا اقرب لأقرب 10، العشرات عندي 7 على يمينها ال9 هتزودها 1، يبقى ال7 دي هتبقى 8، وهستبدل الأحد بصفر وهكتب الاتنين زي ما هي، يبقى الناتج 280. وكذلك 270 و278 و277. السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب 3 كسور عشرية تنحصر بين الأربعة من 10 و5 من 10. 4 من 10 و5 من 10 بشكلها ده أنا مقدرش إن أنا أطلع ما بينهم كسور عشرية محصورة. عشان تظهر هذه الكسور يبقى أنا هحط هنا صفر وأحط هنا صفر، كده أنا مغيرتش حاجة من قيمة الأعداد. إنما دلوقتي أقدر أطلع كسور عشرية تنحصر بين 40 من 100 و50 من 100. الكسور ده هتكون 41 من 100 42 من 100 43 من 100 ومعايا لحد 49 من 100. العدد ده عايز اقرب لأقرب 100 96 صحيح و85 من 100، وانا بقرب لأقرب جزء من 100 الكسور العشرية مانيش عايزها، يبقى انا هشطب خالص على الكسور العشرية. بعد كده احدد خانة المئات، هنا احيد العشرات، المئات مش موجودة تبقى صفر. طيب احط تحتها خط، يبقى دي المئات بتاعتي، على يمينها التسعة تزودها 1، يبقى الصفر ده هيبقى 1، وهستبدل الأحد والعشرات بصفار، يبقى الناتج هنا يساوي 100. يبقى 96 و85 من 100 يساوي تقريبا 100 لأقرب 100. سؤال 67 بيقول لي يتطابق المضلعان إذا كانت نقط ونقط متساوية. يعني نقول له إذا كانت الأضلاع المتناظرة متساوية وكذلك الزوايا المتناظرة متساوية. الأضلاع متساوية في الطول والزوايا متساوية في القياس. يتطابق المربعان إذا تساوى طول ضلع أحدهما مع طول ضلع المربع الآخر. يبقى عندي هنا في تطابق المضلعين بيشترط شرطين، شرط الأضلاع والزوايا. الأضلاع المتناظرة تكون متساوية في الطول والزوايا المتناظرة تكون متساوية في القياس. إنما في المربعات عشان المربعين يتطابقوا يبقى يكفي إن طول ضلع أحد المربعات دي يطابق مع طول ضلع المربع الآخر. يبقى يطابق المربعان إذا تساوى طول ضلع أحدهما مع طول ضلع المربع الآخر. يبقى طول ضلع المربع الآخر. طيب شرط الزوايا طبعا كده متوفر في المربعات، لأن أي مربعات بتكون زواياها كلها قائمة. يبقى احنا بس محتاجين شرط واحد عشان نطبق أي مربعين، اللي هو تطابق أضلاع المربع الأول مع المربع الثاني. فيكفي إن أنا ألاقي عندي طول ضلع أحد المربعات دي يتطابق مع طول ضلع المربع الآخر. طب يتطابق المستطيلان إذا تساوى بعد أحدهما مع بعد الآخر. إنما في المستطيل يبقى عايز طول المستطيل الأول يتطابق مع طول المستطيل الآخر، وعرض المستطيل الأول يتطابق مع عرض المستطيل الآخر. عشان كده بنقول يتطابق المستطيل إذا كان بعد اللي هو طول وعرض المستطيل الأول هيتطابقوا مع بعد اللي هو طول وعرض المستطيل الآخر. 4275 عايز أقربها لأقرب 1000. الألف عندي الأربعة على يمينها 2 مش هتزودها حاجة، يبقى الأربعة تفضل زي ما هي وأحط 3 أصفار. 71 تتطابق القطعتين المستقيمتان إذا كانتا نقول متساويتان في الطول. عشان قطعة مستقيمة تنطبق على قطعة مستقيمة أخرى يبقى لازم يكون لهم نفس الطول، يبقى متساويتان في الطول. تتطابق الزاويتان إذا كانتا نقول متساويتان في القياس. زاوية قياسها 40 درجة تنطبق على زاوية قياسها 40 درجة. زاوية قياسها 90 درجة تنطبق على زاوية قياسها 90 درجة.
من طرق جمع البيانات عندي 3 طرق لجمع البيانات. عندي طريقة الملاحظة ودي اللي موجودة عندي في الاختيارات، وفي طريقة التجريب، وفي طريقة الدراسات الميدانية. طيب 74 عندي مثلث أ ب ج يطابق مثلث س ص ع. عشان مثلث يطابق مثلث يبقى في الحالة دي استنتج إن قياس زاوية كل زاوية من زوايا المثلث الأول تنطبق على الزاوية المتناظرة معها في المثلث الثاني. طيب أنا أعرف إزاي الزاوية المتساوية؟ من ترتيب حروف المثلثين اللي هو قال إن هما بينطبقوا. فلما يقول لي مثلث أ ب ج يطابق مثلث س ص ع، يبقى أنا أستنتج من هنا على طول إن قياس زاوية أ تساوي قياس زاوية س، وقياس زاوية ب يساوي قياس زاوية ص، وقياس زاوية ج يساوي قياس زاوية ع. عرفت إزاي؟ من ترتيب الحروف بتاع المثلثين. وكذلك الأضلاع المتناظرة متساوية في الطول. في الأضلاع هنا أ ب هيتساوي في الطول مع س ص، وباء ج يتساوي مع ص ع، وألف ج يتساوي مع س ع، برضه من ترتيب الحروف. هو هنا عايز قياس زاوية باء تساوي مين؟ يبقى شوف باء هنا كده هلاقي ترتيبها هي الحرف الأوسط في حروف اسم المثلث الأول، يبقى أنا هتنطبق على طول مع الزاوية اللي رأسها الحرف الوسطاني من رؤوس المثلث الثاني. فهنا زاوية س ص ع هتنطبق، أو المثلث بتاع س ص ع يبقى قياس زاوية الباء تنطبق على قياس زاوية الصاد، يبقى معنى كده إن قياس زاوية الباء هيساوي قياس زاوية الصاد. طيب مثلث ل م ن يطابق مثلث د ه واو. عايز ل ن بيساوي ايه؟ طب ل ن هو الضلع ده اللي هو أول وآخر حرف، يبقى هيتساوي مع د واو. 76 بيقول لي هنا 2.4 كيلو جرام بيساوي كام جرام؟ طبعا الكيلو جرام 1000 جرام، يبقى ال 2 كيلو جرام ب 2000 جرام، وربع كيلو ب 250، يبقى هنا ال 2 كيلو 2.4 كيلو جرام هيساوي 2250 جرام. طيب درجة حرارة الجسم السليم في الإنسان بيكون 37 درجة، دي بنحفظها. العائد التالي في النمط 5 35 65 هو، يبقى هنا من 5 ل 35 زودنا 30، من 35 ل 65 زودنا 30، يبقى أنا عشان أكمل النمط ده يبقى القاعدة بتاعتي إن أنا هزود كل مرة 30، يبقى 65 لما أزود عليها 30 تبقى 95. 79 بيقول لي 7000 مللي لتر بيساوي كام لتر؟ طبعا لما أحول من مللي لتر إلى لتر هقسم على 1000، يبقى أنا أقسم العدد ده على 1000. لما أقسم على 1000 3 أصفار يبقى مع 3 أصفار يبقى عندي هنا 7 لترات. عدد خطوط تماثل متوازي الأضلاع 0، لأن متوازي الأضلاع شكل غير متماثل فبيكون عدد خطوط تماثله بيساوي 0. كده انتهى الفيديو الثالث من المراجعة النهائية للصف الرابع.